هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني. يلا بينا يلا، النهارده عندنا عدس. ايوه عدس، عملنا فتة وشوربة. تعالوا بينا نصلي على النبي ونقول بسم الله ونبدأ. في حلة نزلت بمية ونزلت فيها بكمية العدس اللي عندك زي ما انت عايزة، كوبايتين 3 كوباية اللي انت نفسك فيه. بحط مع العدس شوية خضار، حطيت طماطم، حطيت جزر، حطيت بصل وكمان توم. لو عندك كوساية حطي، لو عندك بطاطساية حطي، اللي نفسك فيه اعمليه. كل ما بتحطي خضار حلو مع العدس بيبقى قيمة غذائية اكتر ليكي ولولادك. طبعا هنا كان بدأ يغلي خلاص، انا ببدأ اشيل الريم بتاعه. العدس كده زي ما انتم شايفين مفشر وبدأ كميته تظهر. بشوية بشوية كده ابدأ يشيل الريم بتاعه وزودي مية لغاية ما تتأكدي انه استوى خالص. ايوه شوية هنا طبعا مية مغلية، وتسيبيه ياخد غلوته لغاية ما تتأكدي انه استوى خالص. نبدأ نعمل ايه؟ هنطحنه بالبلندر او بالخلاط، بس اهم حاجة تتأكدي ان كل الخضار اللي عندك استوى. هنا لسه مرضيش بأي توابل، مفيش خالص اي توابل حطيته، بس العدس مع الخضار والمية. خلاص انا هنا نعمته خالص. بعد كده بقى كانت حماتي الله يرحمها يا رب ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة واسألكم الدعاء ليها، علمتني كده في الطبيخ اننا لما نعمل شوربة العدس نروقه. يعني ايه نروقه؟ يعني نفضل كده ننقله من حلة لحلة عشان كل الريم اللي فوق الوش دوت يروح خالص. في ناس بتصفيه برضو، فكرة حلوة ولطيفة مش وحشة يعني، بس انا اخدت الحركة دي منها بصراحة، وبلاقي كده العدس بيبقى كريمي وبيبقى رايق وبيبقى حلو قوي. فانا روقته زي ما بيقولوا او روقت عليه يعني. شلت كده الريم شوية بشوية لغاية ما بقى رايق خالص زي ما انتوا شايفين. ولسه كمان لما هنحط له التوابل والمادة الدهنية هتلاقوه بقى زي الفل. السمك بتاعه ده حلو عشان تقدري تاخدي منه تعملي شوربة، عايزة تعملي فتة، عايزة تاكليه كده زي ما هو تغمسيه بالعيش، هيبقى حلو قوي. التوابل بتاعتنا هنا، واهم تابل فيهم هو الكركم عشان يبقى لون العدس بتاعك اورانج كده حلو. طيب عملتي ايه يا مرمر؟ حطيت من الكزبرة والكمون والكركم. الكركم حطيت نص معلقة صغيرة، لكن باقي التوابل اللي هي الكزبرة والكمون والشطة حطيت معلقة شطة مش سبايسي قوي، ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة. وطبعا عندي مكعبات ماجي نزلت بيها برضو عشان اظبط الملح. انتي ما عندكيش ماجي عايزة تحطي ملح خلاص عادي. هنا بقى اخدت حلة تانية اخدت بيها الشعرية. طبعا العدس كده استوى خلاص، الناحية التانية بقى تمام وزي الفل. عشان اعمل الشوربة نزلت بشوية شعرية ورحت حاطه شوربه العدس. انا ليه هنا عملت سكيب للخطوه دي؟ لان درجه الحراره بتاعه الشعريه مع سخونيه الشوربه بتعمل غليان وفوران قوي جدا، فطبعا انا بحذركم من الحركه دي تاخدوا بالكم. وكمان خفت جدا جدا على حنين كانت واقفه جنبي، فقلت لا اعمل سكيب للخطوه دي، اعملها انا بروحي اطمن عليها ووريتها لكم. هنا بقى خلاص خلصت الشوربه، هدخل على الفته. برضو معلقه سمنه نزلت فيها ب3 4 فصوص توم. وهنا بقى كانت المفاجأة لما نزلت بالخل على التوم والكزبرة والكمون عمل النار دي، بس الحمد لله ربنا ستر. كان عندي بقى العيش انا محمصاه في الاير فراير، نزلت كده في البايركس ورحت مسقياه بالشوربة شوية بشوية. شايفين اللون بتاعها حلو ازاي والسمك بتاعها تمام. طبعا كل التوابل هكتبها لكم طبعا في الوصفة تبقوا شايفينها، بس انا حبيت اوريكم الخطوات كلها. وهنا بقى التقليه بتاعتي، الطشه بتاعت الثوم حطها على فوق الوش كده وكده تمام جدا. ونقول بقى بسم الله ونروح على سفرتنا. انا حبيت طبعا ازين السفره بطماطم مع بنجر كده بشويه ملح وفلفل وكمون وليمون. عندي فلفل سبايسي، عندي ليمون، عندي جرجير، عندي بصل. كانت الوصفه حلوه قوي قوي وجميله. انا الشوربه طبعا التركه بتاعتي اللي حطيتها كريمه الخفق، انا مش فاكره قلت لكم عليها ولا لا في وسط الوصفه، بس جربوها يعني معلقتين 3 كده هتوديها في حته تانية خالص. ودي الفته بتاعتي بقى بغرفها. دي الوصفه بتاعتي عملتها لكم بكل الحب. لو بتتفرجوا عليا لغايه دلوقتي وعجبكم الفيديو يا ريت سبسكرايب ولايك وشير وكومنت حلو، هكون سعيده بيه جدا. لو بتشوفوني على التيك توك او الانستجرام او الفيسبوك اتمنى تعملوا لايك. بحبكم قوي قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين. هتوحشوني. للحلقه الجايه اشوفكم على خير. باي باي.